السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الدنيا مقلوبة وترند المانجا بالايس كريم قلب الدنيا، واحنا ولا احنا هنا. ولادي شافوه قالوا لي يا ماما احنا عايزين ترند المانجا بالايس كريم، اعملي لنا مانجا بالايس كريم. يلا بينا ندخل الفيديو على طول. انا جبت مانجتين بالنسبة كنت بخزن المانجا. مانجتين زبد، من اللي هي الزبدية دي انا بحبها قوي وبعشقها، بيبقى نفسها جميل كده وطعمها حلو. بحب اخزن منها وبحب اكل منها. اي نوع مانجا ينفع في الوصفة دي. وزي ما انتم شايفين كده مسكتها غسلتها كويس، ومسكت قطعت البوز بتاعها من تحت، مش من نبتة من فوق، من البوز من تحت. وبدأت اسلك حوالين النوايا بتاعتها، وهقوم فاتحاها زي تكة المفتاح، لفة البذرة بتاعتها ومطلعاها زي ما انت شايفة كده. وهطلعها بقى بشويش، هتغلبك شوية بس هتطلع يعني. زي ما انت شايفة كده كده فرغت قلبها، وهعمل في التانية برضو نفس الحكاية. اهو نفس الحكاية، هتطلعي قلبها برضو، هتطلعي النوايا من قلبها وتفرغيها بالظبط كده. وهبدأ بقى اي نوع ايس كريم موجود عندك، دي ابدأي احشي قلبها ايس كريم. انا كان عندي كارنا فانيتا. هبدأ بقى احط الايس كريم في قلب المانجا. تمليها وتضغطي عليها كده، لازم قلبها كله يبقى مليان ايس كريم. وفرحي ولادك، الحاجة بسيطة مش مستاهلة. مش هتكلفك حاجة، وفرحي ولادك، ما تستخسريش لا في نفسك ولا في عيالك، روقي على حالك كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اي حاجه تثبت، اي اقل حاجه بتسعد قلب الاولاد وهتفرحك انت شخصيا كمان، يعني ما تاخدهاش على قلبك كده انا لسه هعمل، مش هتاخد منك حاجه والله. وانت قاعده كده في السهره مع اولادك، ابدا اعمل لهم. وكمان الدروس بدات، والدنيا اليومين دول الله المستعان في قلب الحر، فدي حاجه كويسه ترتب على قلبكم يعني. وهتفرح العيال. كده انا هملاها كلها بقى، كلها كلها لحد قلبها كله ما يبقى ايس كريم. طعمها جميل جميل جميل، كانت حلوه قوي. بالهنا والشفا، كانت جميلة قوي وبترطب على القلب كده ومنعشة. الجماعة اللي عندهم حساسية أسنان الله يكون في عونهم، بس جميلة. دي وصفة لعشاق المانجا بس. خلاص كده أنا هحطهم في الفريزر، ولما يتجمدوا هبدأ بقى إيه، أقشرها معاكم وأظبطها. دي بعد ما اتجمدت تتقشر. دي كان شكلها بعد ما اتجمدت. وكده وانا بقشرها بقى بتبقى جامدة. لو معاكي منديل او معاكي فوطة مطبخ نضيفة ولا حاجة، ممكن تمسكي بيها المانجاية عادي. بس ما تسيبهاش تفك قوي، لان لو فكت الايس كريم هيقع منها وكانك ما عملتش حاجه. انا خلصتها اهوت وقشرتها كلها، وهبدا اقطعها بالسكينه. شكلها جميل قوي، يفتح النفس كده. تحسي اصلا اول ما تشوفها تحسي ان الدنيا رطبت عليكي فجاه. والله العظيم جميله قوي. شايفه شكلها عامل ازاي؟ ولا طعمها بقى ما اقولكيش خطير. لازم انت تجربيها، جميله قوي ومناسبه قوي للجو الحر اللي احنا فيه ده. وحاولي ما تخنش القطعه وما ترققهاش قوي يعني. وخلي بالك وانت بتقطعي، لان هي بتبقى ايه، قافشه شويه المانجا. بتباتها في الفريزر، وبعدين بقى تبداي تقطعيها الصبح. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، بحبكم في الله.